الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير. واكلنا النهارده غدانا هيبقى مكرونه بشاميل من الربع كيلو لحمه اللي انا قلت لكم جبناه في المشتريات بتاعه الميزانيه 3000 جنيه. سامحوني بقى انا ما صورتش الطريقه لاني والله كان النور قاطع، ما كنتش هعرف يعني ايه اعملها. فيا دوب النور جه كنت انا مجهزتها وخلاص، ويا دوب النور جه ورحت مدخلاها الفرن. فهنقطعها. اولادي بيحبوها وهي سخنه، ما بيحبوهاش يعني يستنوا ان هي تبرد بقى ونغرفها كده، لا هما بيحبوها وهي سخنه كده ويقعدوا ياكلوها يعني. فهو ده كان غدانا النهارده، وكل يوم ان شاء الله نصور لكم الغدا وهوريكم المشتريات هتكفي الشهر كله ان شاء الله. والحمد لله على كل حال. بصوا الوش بتاعها عليه جبنه موتزاريلا ماشي. بس دي كانت عندنا، كان باقي كيس يعني من الشهر اللي فات. بسم الله. هما اولادي بيحبوها كده يا جماعه ماشي، يعني بيحبوا ياكلوها كده. انا اللحمه المفرومه انا معصجاها، حاطه فيها بصل مفروم تمام، وحاطه فيها جزر مبشور برضو، وحاطه معلقه صلصه. بسم الله. بصوا هي سخنه قوي، بس هما بيحبوا ياكلوها وهي سخنه، فسامحوني بقى لان انا بحبها بصراحه لما بتبرد كده وتبقى القطعه بقطعتها، بس هما بيحبوا ياكلوها وهي سخنه. انا ما عملتش جنبيها اي حاجه يا جماعه لان النور قطع والنور طول جامد، فانا ما عرفتش احمر جنبيها بصراحه بطاطس ولا اعمل جنبيها اي حاجه. فحبيت اوريكم هي دي المكرونه البشاميل اللي احنا عملناها من ربع كيلو اللحمه. انت بتزودي اللحمه بتقدري تزودي لها جزر مبشور وبتزودي لها بصل، ولو عندك فلفل الوان بتحطي فلفل الوان، بس انا اكتفيت بصراحه بالجزر المبشور وبالبصل وباللحمه ومعلقه الصلصه. وحطينا في النص بعد ما حطيت اول طبقه من اللحمه من المكرونه اسفه، وحطيت اللحمه، حطيت حبه جبنه موتزاريلا، وحطيت باقي المكرونه تمام، ورحت حاطه الجبنه الموتزاريلا من فوق. بصوا مديه وشها احمر ازاي وجميل. وده كان غدانا النهارده، ويا رب يعجبكم. ولو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتتابعوني اول باول، وتتابعوا الميزانيات وتتابعوا التوفير احنا هنوفر ايه. يعني بصوا صينيه مكرونه زي دي احنا هنتغدى وهنتعشى بيها تمام. فربع كيلو لحمه والمكرونه احنا كده كده كنا جايبينها في المشتريات، اللحمه جايبينها من المشتريات، هي بس الفرق الجبنه الموتزاريلا بس دي كانت عندي من الشهر اللي فات. انا ممكن اعمل بيضه بحبه لبن وازقيها من فوق هتمشي العمليه. ده غدانا، هيعتبر غدانا وعشانا. ويا رب القناه بتاعتي تعجبكم، يا رب انا اكون خفيفه على قلبكم. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك، وزي ما قلت لكم دعمكم ليا هو ان انتوا تدوسوا على اللايك وتشتركوا في القناه وتتابعوني، ويا رب ابقى خفيفه على قلبكم واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.